مستمرين معكم في صباحك بلد متابعينا الكرام فيما يتعلق في الموضوع اللي طرحنا يعني قبل دقائق مع ست عروب جملة حول الحب بعد الزواج، وقبله يعني هناك مشاركة عبر الخط الهاتفي حول هذا الموضوع. صباح الخير. تمارا، يسعد صباحك. صباح الفل. بدي أحكي أنا عن موضوع الحب قبل الزواج وبعد الزواج وعن موضوع الحب بشكل عام. طب حابة تعرفنا بحضرتك ولا لا؟ كيف؟ حابة تعرفنا بحضرتك ولا مواطن؟ أكيد. تفضل. أكيد. طبعا بحكي معك محمد لحلوح أو المهندس محمد لحلوح. طبعا أنا بدي أحكي نقطة كتير مهمة. أنت في يوم من الأيام كتبتي عني وكتبتي إني أو لقبتيني بلقب اسمه مهندس الفرح، تمام؟ فهذا اللقب صار الناس يذكروني فيه في كل مكان. طبعا أنا بدي أوضح شغلة كتير مهمة، إنه بدي أقول لك إنه إذا تسمحي لي إني أهندس فرحي وعرسي معك. أنا بحبك وبحترمك وبقدرك ورافع راسي فيكي قدام كل الناس. أنا بدي إياكي على سنة الله ورسوله، وبدي أشهد كل اللي سامعينا وأشهد ربي إنه أنا بحبك وبدي إياكي على سنة الله ورسوله. تمارا معاي؟ كلهم حسوا علي في حب بعيني، بدي كل الناس تقول اللي بحبها هي. أنا نطلع على الإذاعة وأحكي عنك شي ساعة، وخبر قصتنا للناس حقيقة مش إشاعة، ولصرخ على الميكروفون حبك والله بحبك ويسمعني 100 مليون. طب نحكي موافقة ولا لا؟ موافقة. الميكروفون حبك والله بحبك ويسمعني 100 مليون. أنا والله طالب قربك أو يسمعني 100 مليون. أنا والله طالب قربك. مستمعينا، يعني بهاي الفرحة اسمحوا لنا أن احنا نبارك لزميلتنا الرائعة بنت إذاعة صوت النجاح تمارا حبيبة. ويعني الفرحة يعني عن جد مش واسعتنا بهالمفاجأة اللي كتير حلوة من السيد محمد اللحلوح. احنا بنبارك لهم أحلى عرسان، ألف ألف مبروك، مفاجأة جدا جميلة، واحنا بنتمنى لكم حياة سعيدة يا ربي، الرفاه والبنين. ما بعرف إذا بتحب تحكي كلمة سيد محمد قبل ما ننهي هذا اللقاء. أول إشي الله يبارك فيكم وشكرا للجميع وشكرا إذاعة صوت النجاح على التعاون هذا. طبعا أنا مش عارف شو أحكي. بدي أحكي بس شغلة واحدة، إنه أنا بحب هاي الصبية وبدي إياها على سنة الله ورسوله، والله يخلي لي إياها هلأ وبعدين وطول العمر، وإن شاء الله الله يقدرني وإني أسعدها وأحطها بعيوني. وبدي أحكي شغلة واحدة، عادة أنا بعمل هذا الإشي بكون صاحب الفكرة وبكون الضحية شخص تاني. بس هلأ شعرت في حجم التوتر لما يكون هو الشخص إنه يكون هو صاحب بالضبط صاحب المفاجأة. تمارا بتحب تحكي إشي؟ أكيد تمام مش قادرة تحكي. أنا مش عارفة إيش بدي أحكي. مبسوطة. شكرا على التخطيط اللي يعني أنا لهلا مش مستوعبة نهائيا، انه مش قادرة مش رح احكي تنسي شيء. هذا بروبوزل لزواج مش رح تنسيه طول عمرك. وعن جد يعني احنا بنشكر محمد انه على هاي الخطوه اللي ابدا ما رح تنسيها ولا حتى اي حدا بطاقم اذاعه النجاح. واحنا بنحكي دائما للحب ان شاء الله انه يستمر ويكون هيك نهايته تتويج بالزواج. والف مبروك لكم احلى عروسين. الله يسعدك. الله يبارك فيك. شكرا. طيب مستمعينا، بهيك احنا بننهي هالفرحه ونتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده وموفقه للجميع والى اللقاء.